بعد تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الاهلي حرفيا بيكتب اسمه بحروف من نور داخل قائمة اللاعبين التي لا تنسى لجماهير النادي الاهلي. وفي موقف قليل قوي لما بيحصل في الدوري المصري خاصة في الفترة اللي فاتت، حسين الشحات بيتنازل عن الكثير للنادي الاهلي مقابل بس استمراره داخل النادي الاهلي ومع جماهير النادي الاهلي. والنادي الاهلي على اعتاب تسطير تاريخ جديد، وهو كسر رقم نادي الزمالك ال7 بطولات في موسم واحد، وهو الرقم الاكبر لاي نادي قدر ان هو يحصل على بطولات خلال موسم واحد. فالنادي الاهلي قريب قوي من كسر هذا الرقم. كل ده هنتكلم فيه طبعا، لكن كالعاده قبل ما نبدا في اي حاجه اتمنى من اي حد بيتفرج عليا دلوقتي، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى ان انت تشترك معانا في القناه، ده اكيد شرف ليا، ويا ريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. واتمنى من كل اللي بيتفرج عليا ان هو يوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات نقدر عليه. يلا بينا نبدا الفيديو. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. حسين الشحات يجدد عقود استمراره مع النادي الاهلي لمده 3 سنوات. حسين الشحات يكتب التاريخ مع النادي الاهلي. مع احترامي للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي السنه دي كان واخد بطولات كتير وكان عنده لقطات فرحه كتير جدا، لكن خليني اقول لك لقطه تجديد حسين الشحات هي الاجمل هذا الموسم بكل امانه وبكل صراحه. حسين الشحات ان هو يجدد فيها كلام كتير 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 ممكن يتقال. حسين الشحات رمز للانتماء داخل النادي الاهلي. اللقطه دي ما بنشوفهاش بقالنا كتير، ولقطه قليل لما بتشوفها اصلا. يعني انا في حياتي اللعيبه اللي انا شفتها ما شفتش حد بيعمل الحركات دي غير 4. يعني ما شفتش لعيبه بتعمل الانتماء او بتمثل الانتماء للنادي غير 4 لعيبه. في الزمالك 2 وفي الاهلي 2. الاهلي طبعا ابو تريكه وحسين الشحات، في الزمالك عبد الحليم علي وعبد الشافي. هم دول اللعيبه اللي شفتهم متمسكين بالنادي لابعد الحدود. حسين الشحات عشان ما تفتكروش ان انا مكبر الموضوع، كان معروض عليه تقريبا 70 مليون. انت متخيل 70 مليون جنيه بيسيبهم عشان خاطر النادي الاهلي؟ طب النادي الاهلي هيديله ايه؟ بص، كلام كتير قوي اتقال، اكبر رقم اتقال 45 مليون. صح غلط مش مشكلتي دلوقتي ومش اهتمامي دلوقتي، لكن 45 مليون من 70 مليون رقم كبير قوي، رقم كبير قوي. يعني احنا بنتكلم طبعا لاننا مش في الموقف فبنقعد نقول لا يشتري النادي الاهلي ويشتري جماهير النادي الاهلي، كل ده فوق دماغي، لكن برضو الفلوس رقم كبير. وعايز اقول لك على حاجه، هتقول لي مثلا ما هو شاف مثلا اللي بيتعمل في رمضان او كده، هو ما كانش هيلعب في مصر. يعني رمضان صبحي بيلعب في مصر، فممكن يبقى خايف من الجمهور مثلا تقول كده، لا هو ما كانش بيلعب في مصر. وبعدين مع الوقت هتقول لي مثلا عشان هيعتزل مثلا يجي يشتغل في النادي الاهلي، مع الوقت الناس بتنسى. ولينا في ابراهيم سعيد عبره، ولينا في حسام حسن عبره. فانا اقصد اقول لك ان لقطه حسين الشحات دي لقطه كبيره قوي بجد، سجل تاريخ داخل النادي الاهلي، حط اسمه فعلا بحروف من نور في قائمه الذي لا ينسى. بجد لقطه حسين الشحات وتنازله عن كل الحاجات اللي كانت جايه له ارقام. والكل لازم بيفكر طبعا في مستقبله، ولازم يفكر طبعا لو عنده ولاد، لو عنده حاجات كتير انت برضو في حسبتك. انت بتتكلم عشان انت قاعد فرد قاعد بيتفرج قدام شاشه فتقعد تقول لا يا عم يسيب ويمشي ويروح. لا، الموضوع مش سهل كده. مش يسيب عروض بملايين عشان خاطر النادي برضه مهما كان انتمائه، انا ما بقولش حاجه. فاللي يعمل اللقطه دي بجد رمز للانتماء، وبجد رمز لكل حاجه حلوه. ودي اللقطات الجميله جدا اللي بتكون متواجده في لعب كره القدم. نيجي بعد كده بقى لتاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي السنه دي بيعمل موسم للتاريخ. النادي الاهلي السنه دي على اعتاب رقم قياسي جديد، وضرب رقم نادي الزمالك اللي هو الاكثر تتويجا 7 بطولات. طيب ده هيحصل ازاي؟ ده احتماليه ان هو يتعادل مع نادي الزمالك وبس، وممكن عنده امكانيه ان هو يكسر الرقم ده. ده طبعا في ايد مين؟ في ايد الحاج عامر حسين. يعني ايه؟ يعني احنا النهارده لو لعبنا البطولات اللي المفروض بتتلعب ممكن الاهلي يكسر الرقم. ما لعبناهاش هيبقى الموسم خلص والبطولات هتتلعب في موسم تاني، فهيبقى اقصى حاجه ان هو يعادل رقم نادي الزمالك
طبعا ده في حاله فوز النادي الاهلي بكل البطولات. طب ايه هي البطولات؟ اقول لك يا سيدي، البطولات دي النادي الاهلي بدا الموسم السنه دي بسوبر ضد الزمالك وكسبه، وبعد كده لعب كاس قدام بيراميدز وكسب الكاس من بيراميدز، وبعد كده كان المفروض عنده سوبر مع نادي الزمالك، نادي الزمالك اعتذر فبيراميدز لعب الماتش وخسر، فالنادي الاهلي توج بالبطوله الثالثه هذا الموسم. بعد كده النادي الاهلي لعب في افريقيا وقدر ان هو يحصل على كاس دوري ابطال افريقيا قدام الوداد، ودي كانت البطوله الرابعه هذا الموسم. طبعا النادي الاهلي دلوقتي بيكمل الدوري عشان عنده ماتشات متاجله، لكن النادي الاهلي بنسبه تتعدى 90% النادي الاهلي هيحصد الدوري المصري، ودي هتكون البطوله رقم 5. طيب بعد كده في ايه؟ بعد كده في سوبر افريقيا، دي البطوله رقم 6. طبعا ده كل ده بقى لسه ما اتلعبش، ده في حاله فوز النادي الاهلي هتبقى البطوله رقم 6. طيب في كاس مصر اللي بيتلعب دلوقتي، اللي الزمالك كان بيلعب قدام فاركو اول امبارح. طيب لو الاهلي كسب كاس مصر وكسب كاس السوبر، في الحاله دي هو عادل رقم نادي الزمالك. طيب في بقى سوبر بتاع السنه دي، لو اتلعب والنادي الاهلي كسب يبقى النادي الاهلي اكتر نادي حصل على بطولات في موسم واحد. فالقصه فين؟ القصه في ايد الحاج عامر حسين. لعبنا النادي الاهلي عنده فرصه ان هو يكسر الرقم بتاع نادي الزمالك او على الاقل يعادله. طيب لو احنا ما لعبناش، دي بقى تبقى عند الحاج عامر حسين، فالاهلاويه هم اللي يقدروا يتكلموا مع الحاج عامر حسين. طيب في واحد هيقول لي يا عم استنى بس، انت بتقول لي سوبر بعد كده كاس بعد كده سوبر بعد كده مش عارف ايه شويه وفي سوبر تاني، هو في موسم في 3 سوبر؟ هقول لك هو ده اللي حصل والله. ودي مش مشكلتي انا ولا حتى مشكله النادي الاهلي، دي مشكله بقى لجنه مسابقات، اتحاد كوره، وزاره شباب ورياضه. انما في الاخر الواقع بيقول ان النادي الاهلي لعب البطولات دي وكسب البطولات دي. فهي الفكره ان هو لعب كام بطوله في موسم واحد وكسب منهم ايه، فالرقم القياسي هيكون بناء عن كده. يعني النادي الاهلي هيكون ساعتها فرضا ان النادي الاهلي كسب كل البطولات دي، هيكون اكتر نادي حصولا على البطولات، اللي هو الرقم اللي دلوقتي نادي الزمالك عامله 7. لو النادي الاهلي قدر ان هو يكسب بطولتين كمان غير الدوري هيعادل رقم نادي الزمالك. لو السوبر كمان اتلعب هيبقى عنده فرصة ان هو يتخطى الرقم او يكسر الرقم ده، وهيبقى رقم 8 وهيبقى اعلى رقم فريق حصولا على البطولات. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، واتمنى من كل واحد بيتفرج عليا ان هو يشير الفيديو ده على اكبر عدد، ويا ريت كل اللي بيتفرج عليا يدوس لايك، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى انت تشترك، ده اكيد شرف ليا. سلام.